الفيديو الراجل كبارة بيقول فيه من الحكمة ان انت لما تلاقي لعبة الناس بتلعب فيها بغش، فيبقى من الغباء ان انت تلعب فيها بنظافة. ما شاء الله الفيديو عليه زربيح كومنتات، زربيح ريتش تعبيه بالكوريك بالكيلو تاخد في حجرك. الناس كلها في الكومنتات انتوا ليه مصممين ان انتوا تحولوا الانسان اللي على المشروم السليم اللي هي الفطره السليمه، يعني الانسان ساذج وغبي؟ من امتى اللي عنده قيم ومبادئ واخلاق يبقى غبي؟ يعني انت تبقى مبسوط لما تزرع القيم والمبادئ دي اللي شبه وش رجلك لمثلا شاب داخل كليه طب، فانت الدنيا بتلف بيك فبتروح له العياده، فهو طبعا عشان من عدم الحكمه ان الناس تلعب بنظافه فيقنعك بحقنه اسمها منخاره مثلا عشان يصغر لك مناخيرك فيتفلقط عشان يطلع منك اكبر كم من الفلوس، هتبقى مبسوط صح؟ فده مش من الحكمه، ده مش من الحكمه، ده من الحكمه خالتك وانتوا قاعدين في البلكونه بيقعدوا يقولوا لبعض الكلام ده. انا كمان ممكن اطلع لك حكمه من اقوى الحكم في 2026 واجي اقول لك مثلا الانسان اللي بيحس بالوحده والغرابه في هذا المجتمع لا متناهي الصغر بين الافراد المتناغمه القائمه بذاتها، لان الحريه والوحده بتيجي من هنا من الحته دي، فيجب عليك ان تسحب واحده اسكندراني شطه زياده عشان تحس بالانتعاش والمتعه والحريه. وها هنا اخواتي انتهت الحكمه. خلي لو كل الناس بتعمل حاجه غلط انت الوحيد اللي بتعمل الحاجه الصح. عارف ليه؟ عشان من يتقي الله يجعل له مخرجا. فخليك فاكر الكلمتين دول، لان هي لا هتتحسب بقوانينك ولا بقوانين الفيزياء، هتتحسب بقوانين وعدل ربنا سبحانه وتعالى. بس